أهلا بيكم يا رحالة الزمن. أنا حسين، وده أول فيديو في رحلة ال90 يوم اللي هنكشف فيها أسرار حضارة مصر القديمة. النهاردة هنرجع 7000 سنة بالزمن، وقت ما كانت مصر أرض قاحلة، لغاية ما جه النيل الهدية الإلهية اللي غيرت كل حاجة. الفراعنة لاحظوا إن النيل مش نهر عادي، كل سنة في نفس الميعاد بيفيض من غير ما يخرب أو يغرق الناس، ويجيب معاه الطمي اللي حوالي الصحراء لسلة أكل. بس إزاي المصريين القدماء قدروا يتحكموا في فيضان النيل؟ الإجابة في المرساح، أول جهاز قياس في التاريخ عشان يحسبوا مساحة الأراضي الزراعية بعد الفيضان. قبل الفراعنة، مصر كانت ساحة حرب بين الطبيعة والإنسان. في منطقة الفيوم، العلماء وجدوا أقدم قرى زراعية عام 5500 قبل الميلاد. المصريين هناك اخترعوا أول صوامع تخزين للغلال، وبنوا بيوت من الطوب اللبن. والمفاجأة إن النيل مش بس أطعمهم، ده علمهم الفلك كمان، لأنهم لاحظوا إن الفيضان بيبدأ مع ظهور نجم الشعرة اليمنية، فاخترعوا أول تقويم في التاريخ. النيل ما كانش مجرد نهر، ده كان أول طريق سريع في الدنيا. الفراعنة كانوا بيؤمنوا إن الإله رع بيدور بالنهار في مركب شمسي في النيل السماوي. وعلى أرض الواقع، السفن كانت بتنقل الجرانيت من أسوان عشان تبني الأهرامات، والذهب من النوبة لصنع تماثيل الملوك. الفيديو الجاي هنعرف إزاي الإنسان القديم حول عبادة النيل لعبادة الآلهة، وبدأ يبني حضارة عمرها آلاف السنين. لو عجبك الفيديو، اضغط سبسكرايب واكتب في الكومنتات، هل مصر كانت هتبقى حضارة عظيمة من غير النيل؟